السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ورجعت لكم الجزء التاني بقى بعد ما عملت شوربة الخضار وركنتها على جنب. طبعا انتوا شايفينها عمالة بتغلي اهي على جنب، وغطيتها وسبتها. هجيب حلة وهجيب فاكرين هضرب فيها حبة طماطم. هضرب حبة طماطم وانزلهم في الحلة من غير زيت ومن غير اي حاجة. فاكرين السبانخ اللي انا خزنتها معاكم؟ هعملها النهارده. انا كده بعد ما جبت الحله ما حطيتش فيها اي حاجه خالص، لان السبانخ احنا كنا حاطين لها زيت وسمنه ومظبطينها تمام. جبت هنا الطماطم ونزلتها في الحله وسبتها بقى تتسبك. اول ما جت تتسبك قمت نازله عليها بالشوربه تمام. وهطلع السبانخ من الفريزر على اول ما تغلي هقوم منزله السبانخ فيها على طول. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت، ولو مش متابعيني على الصفحه تابعوني واكتبوا لي تعليقات حلوه بقى. ها، عايزه تعليقات حلوه منكم. هنا اهيت نزلت السبانخ زي ما انتوا شايفينها كده. طريقتها سهله وبسيطه، وعلى فكره كان طعمها خطير قوي. طبعا هسيبها بقى تفك مع نفسها كده. كانت السبانخ فكت تمام. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي. هحط لها ملح وفلفل كده. انا حطيت لها الملح اهو. وانا بحب احط فيها اللحمه بصراحه، يعني بحب اكل الخضار باللحمه كده، يعني اللحمه تبقى فيه. مع ان هم عندي بيحبوا اللحمه المحمره، بس انا لا، انا بحب اكل اللحمه جوه الخضار. طبعا احنا في الجو الساقع دوت مش عايزين غير الاكله اللي تدفي، وخاصه لو عندنا اطفال ما بتعرفش تقنعهم بحاجه غير الرز والكلام ده. يعني الاكل ده بيدفي جامد كمان في الشتاء. والسبانخ كمان مفيده جدا للاطفال عشان الحديد اللي فيها. بس بقى انا كده السبانخ بتاعتي اهي هديها غلوه. وبعد ما تاخد غلوه هجيب مقلايه احط فيها حبه زبده، معلقه زبده، واحط فيها معلقه توم وحبه كزبره، وهعمل الطشه بتاعتي. هفضل اقلب في الطشه لحد ما تديني اللون الذهبي. في ناس كتيره بتعمل الطشه دي يا جماعه، وفي ناس ما بتعملهاش. بس انا كواحده يعني كل بلد وليها طريقه. يعني انا بعمل لها الطشه ديت كده. كانت التومه معايا اتحمرت اخدت اللون الذهبي، هنزل بيها على السبانخ. بعد ما انزل بيها على السبانخ تاخد غلوة السبانخ، ويبقى كده خلاص السبانخ بتاعتي جاهزة. وكلي بقى احلى سبانخ من اللي قلبك يحبها. كده السبانخ بتاعتي خلاص خلصت، بقت جاهزة معايا. طبعا احنا الرز طبخته معاكم كذا مرة، مش محتاج اي حاجة. يعني الرز ما فيهوش اي افتكاسة اصلا. بس كده كان الاكل بتاعي جاهز. هنا كنت خلصت بقى الاكل وغرفته معاكم. دي شوربة الخضار بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض. ودي السبانخ باللحمة. اللحمة على فكرة لما بتوطي عليها وتسيبيها بتستوي جامد وبتبقى زي العسل يعني. هنا انا كنت بوريكم ان اللحمة مستوية. شايفين مستوية ازاي؟ والرز بتاعي اهوت انا عملته معاكم قبل كده.